شعب راقي وانا احييهم من العراق. شعب كلش راقي، كل شعبهم وناس طيبين المصريين، يعني ما اخيرهم علينا، يعني العراقيين احنا هم ناس طيبين وهم غيره. يا صباح الخير، يا مساء الخير، شلونكم فراشاتي وحبايبي؟ ان شاء الله تكونون بخير، واللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اليوم حبايبي مثل ما وعدتكم الفيديو اللي هسه تشوفونه هو تكملة للفيديو السابق اللي سويت بيه تمن الباقلة او التاتشينة. تمام، فبهذا اليوم انا سويت بيه، طبعا هذا اليوم كله حيكون برعاية ماما، روتين ماما كله بالبيت شلون تسوي. تمام، والغدا كلها هي راح تسويها ما عدا وجبة التمة مثل ما شفتوا انا سويت لكم اياها، والطريقة بالتفصيل نزلت لكم اياها بالفيديو السابق، وايضا راح اخلي لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. تمام، هنا مثل ما تشوفون طبعا مخليه اني هذا العازل، طبعا هذا يتخلى اذا كان عندكم طباخ برا محطوط او البريمز. تمام، على مود الهواء طبعا ما يطفيه. تمام، هو اكثر شي يستخدم للطباخات، فخليته اني من جهة او من الجهة اللي يجي من عندها الهواء، وبدينا بلشنا راح نسوي التشريب. راح نسوي الغداء اللي هو تشريب دجاج، راح نسويه بطريقة تقريبا نفس القديم لكن بها اختلافات. هسه راح تشوفوها طبعا بالتوابل والمقادير. هسه خلت هنا كمية مي خلتها تغلي، وبعدين خلت كمية الدجاج كلها. طبعا هذا الدجاج احنا سبق غاسلينه تمام، ومخلينه بخلطة التنقيع مال الزفارة على ما تروح من عنده، وخليناه هسه بالمي. راح نتركه نغطيه ونتركه يغلي ويا الدجاج، وبعدين نضيف باقي المقادير. هنا طبعا لبين ما تصير التشريب او يغلي الدجاج مثل ما قلت لكم مثل ما سمعتوا راح شو اسوي؟ مثل ما شفتوا راح اسوي التمن. طبعا التمن طريقته مثل ما قلت لكم نزلتها بالفيديو السابق. اوكي، طبعا التمن طلع كلش طيب، وكلش طيب ويا الدجاج. اوكي، يعني فشي يخبل ويا الدجاج التمن الباقلة. اوكي، أنا أحبه ويا الدجاج، ويا اللحم أيضا يصير. تقدرون مثلا تسوون الدجاج مكعبات وتحمسونه وتضيفونه كله فوق التمن وتقلبونه سوية. أوكي، وطبعا هاي التوابل كلها اللي خليتها أيضا حتلقوها بالفيديو، طريقة طبعا بالتفصيل. أوكي، هنا طبعا ضبطت كمية الملح مثل ما شفتوا وخليت التمن، وبعدها راح اخلي كمية المي المناسبة حسب نوع التمن مثل ما قلت لكم، لان كل تمن يختلف عن الثاني، يعني نوع يختلف عن نوع من التمن او الرز يحتاج مية هواي، ونوع لا ما يحتاج مية هواي. عرفتوا؟ السلام عليكم حبايبي. طبعا اليوم طبعا شوفناكم احنا الدجاج وخليناه بالمي. هسه شوفوا، هسه طبعا هذا الدجاج بعد ما هنا مستوى، لا شوفوا مستوى يعني بدا يغلي مستوى. يغلي، والزفاره ماكو اي زفاره. احنا اهم شيء عندنا يعني مرحله الزفاره. الزفارة أهم شيء نتأكد منها، إذا موجودة نشيلها، وإذا ما موجودة نخلي المواد. وطبعا إحنا الخلطة اللي سويناها على مود تروح الزفارة من الدجاج كلش مهمة، بحيث يطلع لكم تشريب ما بي أي زفارة. ورابط الفيديو طبعا راح أخليكم إياه بصندوق الوصف. هسه طبعا هذين المقادير اللي راح نستخدمهن على التشريب. هنا حبتين بصل كبار قطعتهم بهذا الشكل، وهنا البصل بصلاية حباية صغيرة هيك برشتها، طلعت العصارة مالتها يعني ما يشوفوها مي البصل. طبعا كلش مهمة تطلعها للتشريب كلش طيبة. اي كلش طيبة. وهنا طبعا هاي حبة الطماطة، وهنا حبة صغيرة بصل عفوا جزر، وحبة صغيرة من الفلفل الأخضر البارد. أما التوابل اللي راح نستخدمها هنا بهارات الدجاج، وهنا كزبرة مطحونة، وهنا عندنا هذا الفلفل الحار العدل الأسود، وهيل عدل، وهذا ورق الغار، وهنا كم حبة من القرنفل، والنوم بصرة وواحد من الدارسين، وعندنا الكركم أيضا. الكركم يعني شيء مهم تعرفونه، والملح حسب الرغبة، حسب رغبتكم. مواد كلها اللي شوفناكم إياه قبل شوية. الخضار والتوابل طبعا هاي الخضار هسه ضفناها مثل ما شفتوا، قلت لكم راح يكون اكو تغيير بالتشريب، فهي كمية الخضار هي اللي كانت تغيير بالتشريب. جزر والفلفل والطماطة. الطماطة طبعا عدل خلوها، لا تقطعوها وتخلوها. تمام، هي يعني تنزل نكهتها كلها بالتشريب. وهنا طبعا كمية الكركم خلتها ماما. اما الملح ما نخليها انه اخر شيء على مود الدجاج ما يلزم. تمام، فنخليه آخر 10 دقائق.
فهسه راح نخلط هاي المكونات كلها ويا طبعا اضافه دهن ماكو نهائيا، ما ضفنا دهن بدهن الدجاج. هاي الطريقه حتى صحيه وطيبه. هسه راح نتركه الى ان يريد يستوي، احنا نضيف الملح. هنا طبعا التمر راح اثقبه، وليش اثقبه ايضا قلت لكم اياها بالفيديو، وراح اتركه على التهدير. طبعا لبين ما خلينا احنا الدجاج يستوي، راح انا اسوي لكم اليوم الزلاطه بطريقتي، مو بطريقه بنتي. اليوم طبعا اليوم كله ماما، انا مجرد اساعدها وهي. هسه طبعا بس التمر انا اليوم زلاطه اللهانه. شوفوا عيني انا خلال ما اثرم انتم راح تشوفون انا ايش راح اضيف. هسه طبعا هاي اللهانه راح طبعا انا عندي طريقه باللهانه اغسلها يعني ورقه ورقه الا اتاكد. يا الله انا شو خاف تشوفوا هيك تقولون هاي ليش هيجي. انا هاي طريقتي يعني ماما تفتح اللهانه ورقه ورقه زين وتنظف ما بيناتهم وتغسل ما بيناتهم. هسه طبعا راح تقطعها شرائح ناعمه مثل ما تشوفون، يعني على طول هاللهانه على بس مجرد تقسمها 4 أقسام اللهانه وبعدين تبدي تقطعها بهذا الشكل. هي طريقتها هيك اطيب. هسه خلصت اللهانه راح اخلي حبه الخيار هذه. شوفوا بس وحده خياره وحده، اي ما نكثر. تمام. ايضا راح تقطعها شرائح. ايه طبعا انا ما اعرف شلون راح تقطع وشنو راح اسوي انا وياكم. طريقتي مو طريقتي. شوفوا الشرائح راح تقطعها. خلص اشوفهم قصين يدي. شوفوا هالشكل هذا. هسه كملت الخيار خليته فوق اللهانه. هسه راح اجيب الطماطم. شوفوا الطماطم هاي حبات الطماطم شوي نكثر من عندها بس مو يعني هواي يعني فد 4 حبات. ليش كثرت من الطماطم؟ لان احنا مسوين تشريب اصفر ما مسوينه احمر، فاحنا نكثر من الطماطم لان حموضه شويه تعطينا. يعني لو مسوين مرقه لو يعني حمراء ما مرغوبه ما مرغوب الطماطم هواي ويا المرق الاحمر. كملنا الطماطم هسه راح نضيفها فوق اللهانه والخيار. طبعا ماما تحكي على كيف بدي تقول لكم كملنا الطماطم راح نضيفها على اللهانه والخيار. وهسه نضيفها راح نخلي هو المعدنوس او البقدونس، او اذا ما عندكم كرفس تستبدلونه. بس المعدنوس اطيب يعني النكهه مالته، نكهته اقوى من الكرفس، وايضا فيتاميناته كلش عاليه نسبه حديد كلش قويه. يعني اللي يعاني من فقر الدم ما فقر الدم هاي الشغلات عليه شو اسمه المعدنوس او الكرفس، لان الشغلتين او نوع من الخضره كلش مهمات للحديد. طبعا احنا نسويه كلها. طبعا هذا الاخضر هو شيء بفائده للجسم، كل شيء اخضر بفائده للجسم. اخضر الاحمر الاصفر. احنا طبعا اليوم ما سوينا الاصفر، سويناه بالتشريب اللي هو الجزر. فاليوم سوينا احنا الاخضر اللي هو البقدونس، الاحمر الطماطم، اللهانه ايضا يعتبر من الخضروات. هنا الحرس الوطني بالبيت، هذا يسموه الحرس الوطني. الليمون الحامض، فيتامين سي، الوقايه هذا من يعني الامراض. هذا المفروض اي بيت بيه هذا الشيء، مو بس وقايه، هو اصلا طعمه كلش طيب. هاي الليمونه قسمتها نصين، هذا النص راح اخليه على هذا الخل الابيض، ربع كوب خل ابيض، وراح اخلي عليه نص نوم حامضايه، واخلي عليه ملعقه كاتشب بارد مو حار. احنا نحب البارد، انتم كيفكم تدون بارد تدون حار؟ ما تحب البارد. انا بالنسبه لي الكل يعرف ان انا كلش احب الحار، يعني اقولها ضيفي حار بس هي ما تقبل. انا اليوم هي تحب البارد. طبعا شوفوا قطعته نصين هيجي، وراح اسوي شرائح خفيفه وتضيفها على المكونات اللي سويناها على ماعون الزلاطه. هسه ضفناها على هاي المكونات كلها. بعدين راح نسوي هذا الصوص اللي حنضيفه على المكونات اللي سويناها.
طبعا هذا الخل الابيض ربع كوب مثل ما قلت لكم، ونص نوميه حامضه عصرتها طبعا عليها. وهسه راح اخلي ملعقه كاتشب بارد، وانتم اذا تخلون حار بكيفكم. هسه راح نخلي هاي ملعقه الكاتشب، شوفوها. طبعا هاي ملعقه الكاتشب تضيف طعم كلش طيب على الزلاطه، سبق انا سويتها. طبعا نخلي شويه ملح، ونخلي ايضا زيت الزيتون. شوفوا هذا الصوص كلش طيب، زيت الزيتون ايضا صحي، يعني اليوم كله صحيات وطعمهم كلش طيب، يعني هاي الزلاطه كلش طيبه. نخلط طبعا هذا الصوص مثل ما شفتوا او ما شفتوا ما تشوفون بهاي الطريقه، وراح نضيفه على الزلاطه، صح؟ اي يس. هسه ضفناه على الزلاطه. هسه راح نخلطها سويه على مود نجانسهن كلهن سوا، يعني ويا هاي الخلطه اللي سويناها. طبعا شكلها كلش حلو صار. طبعا النكهه مالتها هالشي هالشي خرافي، فاخر من الاخر صرنا مصريين. طبعا شعب راقي، وانا احييهم من العراق، شعب كلش راقي، كلش احبهم وناس طيبين المصريين، يعني ما اخيرهم علينا، يعني العراقيين احنا هم ناس طيبين وهم غيره. وطبعا كل الدول العربيه على راسنا من فوق على قولة المصري اليوم احنا كلنا نحكي بالمصري. شوفوا عيني، شوفوا هسه كملت هذه، راح اخليها بالثلاجه الى ان احنا ندير غدانا. تمام. طبعا هي كل ما تبقى وقت كل ما تصير اطيب، يعني تتطعم بالصوص اللي خليناه. طبعا هسه الدجاجه استوت، راح نخلي لها الملح. هاي اخر 10 دقائق مثل ما قلنا اي لكم. كميه الملح تضبطوها حسب ما تحبون، وبعدين نتركها 10 دقائق وبعدين نطفي عليها النار. هسه راح اسوي لكم اللبن انا مسويته بالبيت الروبه، طريقه الروبه. واللي طبعا يريد يعرف طريقة الروبه راح اخلي الرابط بصندوق الوصف، وايضا راح اخليه بالتعليق المثبت. تمام. فهسه شنو؟ طبعا هذا اخلطها زين، تخلطها بالكويكس. تمام. وبعدين راح تخلي عليها هاي المقادير اللي موجودة. طبعا هاي طريقة كلش طيبة. طبعا هنا عندي سن واحد من الثوم، ما كثرنا طبعا الثوم برشته بهاي وما يصير طعمه قوي. راح اضيفه. وعندي هنا نص نومه حامضايه، نومه حامضه قطعتها شرائح. وعندي هنا نص نومه حامضايه سويت هيك عصير، راح اضيفه. المكون الاساسي هو النعناع المجفف. تريدون نعناع انتم طالعين عندكم كيفكم. فريش تسوونه كلش ناعم، الفريش تسوونه كلش ناعم، او تدقونه بالهاون اللي يسمونه الهاون، وبعدين تضيفونه على اللبن، دقونه هو والليمون يطلع فتشي. طبعا هاي جدو هيك يسوي حبيبي اللي هو جراند ماذر تمام، والد ماما. تمام. فيسويها بهاي الطريقة، فكلش طيب يطلع اللبن، الزلاطة ايضا خلي عليها نعناع. وبعدين نخلي الثلج، مكسرات الثلج. هسه طبعا خلت كمية المي، واخر شي طبعا نخلي قوالب الثلج. طبعا احنا نسوي من وقت على مود يذبل اكثر هذا النعناع، لان هذا النعناع مجفف، يراد شوية 10 دقائق حتى يذبل قبل ما تستخدمه وينزل طعمه باللبن. طبعا هنا هذا اللبن الطيب اللي سوته ماما يجنن يخبل فشي، طبعا كلش كلش طيب. جربوا وحتشوفون او حتعرفون انا على شنو دا احكي. فلازم اشرب من عنده فد جلاس تمام قبل اي شي، يعني قبل الغداء وقبل كل شي. هنا طبعا هاي التشريبة مثل ما تشوفون شلون، طبعا احنا ما خلينا دهن يعني نهائي، كلش كلش طيبة صارت، ودسمة الدجاجة دسمة يعني لان نزلت كل الدهن اللي بيها، فصارت فشي يجنن. وهاي الطماطة انطتها نكهة ولون، يعني مثل ما تشوفون لون التشريبة لونها على حمار، فهي انطتها نكهة ولون. اوكي.
هنا مثل ما شفتوا قليت الدجاج على السريع. طبعا أنا من أقلي الدجاج أحب أقليه يكون محمص مقرمش ولونه مثل ما تشوفون. طبعا أخليه على اليمن، أخليه على التمن على مود الدهن كله ينزل على التمن ويتنكه التمن بطعم الدجاج. عرفتوا؟ يعني هاي الطريقة أنا دائما أعتمدها أكثر شي، مو دائما، أكثر شي يعني أغلب الأحيان، لأن انتي فشي طيب. عرفتوا؟ فبس هنا طبعا حضرت كل شي، وطبعا جاهز على النقل، انه نقله بالسفرة. صبيت هاي التشريب، اوكي، ما صبينا تشريب هواية، والتشريب احنا نصبها من نقعد يعني، عرفتوا، على مود تبقى حارة ما تبرد. هذا الدجاج خليته على تمن الباقلة. قدمت وياه هذا الطرشي الأحمر. طبعا الطرشي الأحمر هذا ما مستوي، فد شي يخبل يجنن. اوكي، وطريقة حفظ الطرشي لفترة طويلة ايضا منزلت لكم اياها. اوكي، هاي الزابة اللي سوتها ماما. شوفوها. طبعا انا استخدم هاي الملاعق الصينية او اليابانية، كلش احبها، وقلت لكم ليش، يعني هي تخلينا ما ناكل هواية، نتحكم بالاكل، وهو حلو يعني الاكل بيها كلش حلو. هنا هذا الدجاج شوفوا شلون صار يخفض مقرمش ومستوي وفشي جنن. شو رأيكم فيديو اليوم؟ طبعا الفيديو اتمنى عجبكم واستفادتوا من عنده، وشنو بعد. لا تنسون تخلون تعليق يدعمنا ويشجعنا على مود ننشر اكثر واكثر. تمام، نشجع اكثر وبس. وحبايب مثل ما تشوفون هذا ايضا التمر اللي النوع هذا طبعا كلش احبه. وها هي توصل لنهاية الفيديو. تنسون لايك الفيديو واشتراك بالقناة. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.